كنت في ميتنج النهارده بنخطط لاطلاق ابلكيشن جديد في العقارات، والنقاش كان غرقان ما بين شويه مصطلحات. قلت لهم يا جماعه بوضوح كده، الارقام دي ارقام مخدره، احنا مش بنبيع هوا، احنا بنبني ديجيتال انفراستراكشر. الكونفرجن والسي اي سي مش مجرد اختصارات، دول الفرق ما بين المكسب والخساره، والاثنين دول مش واحد. وتعالى نفكك الفانل مع بعض كده واقول لك انا شرحت ايه. اول حاجه الريتش والامبريشنز، دي مجرد ارقام ظهور بتقول لنا في كام عين شافت الاعلان، فقط شافت الاعلان، ما هو اكتر او اقل. السي بي ام ده تكلفه ال1000 ظهور، يعني انا ظهرت ال1000 واحد بكام؟ لو رخيص بس ما فيش حد بيدوس يبقى انت كده تظهر للناس الغلط. السي بي ال هو تكلفه الليد عليا بكام. في العقارات دي اكبر خدعه، لان انت ممكن تجيب ليدز كتيره جدا برخص التراب والكواليتي تكون زيرو. الكونفرجن ريت بقى ده ترمومتر الاقناع. لو في 1000 واحد دخل وواحد بس سجل، تبقى المشكله فين؟ ممكن تكون المشكله عندك مثلا في اليو اكس او الفاليو بروبوزيشن، دي حاجه من الحاجات اللي لازم تتحل. السي اي سي بقى اللي هو الكلاينت اكوزيشن كوست، ده فاتوره الحساب النهائيه. احنا صرفنا كام على الاعلانات ومرتبات وادوات علشان نجيب العميل اللي دفع كاش ده. فالفرق ما بين الكونفرجن ريت والسي اي سي ان السي اي سي بيتكلم فلوس، الكونفرجن بيتكلم ريت، يعني برسنتج، يعني نسبه. خلي عينك دايما على الكونفرجن ريت ان هو يطلع لفوق يبقى عالي، عشان اول ما هيعلى السي اي سي اوتوماتيك هينزل، وساعتها اول ما ده يحصل تقدر تفتح حنفيه الاعلانات وانت مطمن ان انت بتبني ناطحه سحاب باساس قوي جدا جدا جدا. الماركتنج الحقيقي هو هندسه الارقام، مش مجرد تظبيط اعلانات وشويه صور حلوه وفيديوهات جميله. فالسؤال ده ليك انت، لو بتبني ابلكيشن جديد هتضحي بالريتش عشان الكواليتي ولا العكس؟